السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. 5 أيام عيد الفطر المبارك. الشغل شغال، وزي ما قلت لكم أجازة العيد يا محلاها زي ما بيقولوا في واحد باريس. طيور، هات المية كده، طيور دي مية الري اهي وانت شغال في مزرعتك. هات الذرة اللي يا دوبك زارعينها قبل العيد. احنا قلنا يا جماعة منتجع واحد باريس، مش ببيع اراضي واستصلاح وزراعه يعني. دي الفكره اللي انا بعملها من زمان، يبقى عندك منتجع نمره 1 تستمتع بيه، نمره 2 يصرف على نفسه، نمره 3 يكسب، نمره 4 يكسب كتير ورا بعض كده وحسب تسهيل ربنا. تيجي بقى انت في مكان زي ده، هات البحيره لو تقدر، عايز تقف كده وتجيب البحيره ماشي. في مكان زي ده بقى تعمل شاليه، تعمل فيلا، تعمل استراحة، هات يا باشا، تعمل اللي انت عايزه. تيجي تقضي اجازة العيد، تيجي تقضي اجازة نص السنة، تصطاد سمك من خيرات ربنا من جميع الانواع والاحجام. دي الحاجات دي اللي على البحر اللي على الشاطئ. ده البلطي على الشاطئ هنا بالجردل بيخاف يدخل جوه، اكيد جوه في حيتان. اللي انا عايز اقوله ده منتجع واحد باريس، حتى الاسم انا بس هي الارض هنا باريس تبع مدينه ومركز باريس تبع محافظه الوادي الجديد. ان شاء الله اول ما تنتج هنسميها العزبه، عشان كده زي زمان كده والافلام بتاعت زمان كده. البط ده جاي منين، قفص الفراخ ده جاي منين، شويه الذره دول جايين منين، شويه السمك جايين منين، شويه الصيد جاي منين. يقول للمدام بتاعته من العزبه بتاعتنا. يجي كده يعمل له حاجه حلوه، يقعد كده ويتفسح وينبسط في العزبه بتاعتنا. هنسميها ساعتها بقى العزبه، هنسميها اسامي تانية هتيجوا معانا. لكن حتى الان احنا بنتكلم في منتجع واحد باريس. هات الميه اللي بنرويها بميه نيلي، واللي بدأنا فيها في 2023 وشغالين ومستمتعين. وعملنا بقى الترعه الكبيره شغالين فيها. هات الترعه الحفر الاسود اللي هناك ده، معرفش باين ولا لا. الشغل بقى اللي بحقه حقيقي، الشغل الكبير، الترعه العموميه والخط الرئيسي، وشغل بقى شغل. احنا عاملين دي بس عشان ننبسط ونيجي نقعد كده ويبقى في سبب. كل سنه وانتم طيبين مع منتجع